في الفيديو اللي فات من سلسلة Tips and Tricks for Beginners اتكلمنا عن ازاي ننطق حرف السي كأنه شين عندنا في العربي. النهاردة هنتكلم عن امتى ننطق حرف السي لما يجي بعده حرف الاتش. اغلبنا عارف اننا بننطق اغلب الكلمات اللي فيها سي اتش كأنها تش، وده بيرجع لان الكلمات دي اصلها يا اما من الانجليزي القديم او من اللغات الجرمانية، واللي الانجليزي والالماني ولغات تانية كتير بيندرجوا تحتها. ومن الامثلة على الكلمات دي chair, teacher وماتش. لكن في كلمات تانية بيكون صوت ال CH فيها مختلف، وده بيكون زي صوت ال K بالظبط، وبنلاقيه في كلمات زي school, chemistry و stomach. والسبب ورا ده هو إن في كلمات كتير بتتكتب ب CH بس أصلها يوناني، فبالتالي الكلمات دي احتفظت بالنطق الأصلي بتاعها مع اختلاف طريقة الكتابة، وده شيء خد قرون كتير على ما حصل. وفي برضه كلمات بننطق فيها ال CH كأنها حرف شين عندنا في العربي بالظبط، ونلاقيه في كلمات زي شيف، ماشين وماستاش. وده بيكون بسبب ان الكلمات دي بتكون مستعارة من اللغة الفرنسية الحديثة، في حين ان الكلمات المستعارة من اللغة الفرنسية القديمة بيكون نطق ال CH فيها تش، زي كلمة تشيف. ومع ذلك بيكون في استثناءات للكلام ده زي كلمة يات وكلمة فيوشا، وده بيكون عشان دي كلمات مستعارة من لغات تانية، لكن النطق الأصلي لل CH في اللغات دي كان صعب جدا على الإنجليز، فبالتالي خلوا الصوت صامت. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.